السؤال هذا وأمثاله بالنسبة للمريض تاع السكر نوع واحد، يعني تاع دراري صغار ولا تاع إنسان اللي في عمره 17 حتى ل 20 25 سنة، يقولوا له بلي لازم دير الأنسولين حياتك كاملة. ويجيهم ناس واحد يقترح له هذا الدواء، واحد يقترح له الشيخ، واحد يقترح له قرفة، بعد ما دار الأنسولين لمدة واحد 15 يوم شهر، ويقول ولا يقول له ريجيم تاع كيتو خالي تماما من السكريات، ويقترح له باللي اي حاجه من هذو، سواء ريجيم قاسي هذاك اللي ما فيهش كاع سكريات، لا بطيئه لا سريعه، ولا الشيح، القرفه، ورق الزيتون، الكينا، هذو الادويه تاع المكملات اللي يتباعوا، وزنه السكري، الطب النبوي وما على باليش، هذو كامل الاجابه الاولى تقدر تقول باللي ما يطلعلكش السكر وتقدر تحبس بهم الانسولين مع الاول، لكنه حق اريد به باطل. مع الاخر نفهمكم المقوله هذه منين جايه، نديروا شويه تاريخ بصح ركز معايا مليح. الانسان كي يحكموا السكر نوع واحد مع الاول، كي نبداو نديروا له الانسولين البنكرياس تاعو يريح يرتاح، يعني يعاود يتنشط شويه. علاش؟ على خاطر هذا السكر جاي بالمناعه الذاتيه، يعني المناعه تاعنا هي اللي راهي تهاجم في الجزر لونغيرهانس المسؤوله عن إنتاج الأنسولين، المسؤولة عن إدخال السكر من الدم إلى الخلايا باش تريكليه. دوك أنت كي نبداو لك الدواء مع الأول، البنكرياس تاعك يرتاح يعاود يربرني شوية، بصح المناعة هذيك مازالت شغالة، يعني راح يجي الوقت اللي راح تعاود تولي فيه الأنسولين، بصح هذيك الفترة يسموها شهر العسل، يعني تقدر تريح، لي دوز تاعك ينقصوا بزاف والسكر تاعك ما يطلعش. بصح مولية، لكن الا درت هذا الريجيم السكر تاعك ما راحش يطلع، خاطر ما جبت حتى حاجه تاع سكريات، ولا خديت هذو العفايس الحرابش هذو اللي نقترحوا لكم ثاني ما راحش يطلع. لكن انت مولي الانسولين، الخطر وين راه؟ هو انك راك تركب الامان وتظن باللي هذا راهو حل نهائي، مع العلم انه مام لو كان ما تاكلش سكريات كاع، الكبده تاعنا راهي تخدم شويه السكر، يعني لما يعاود ينقص الكميه تاع الانسولين اللي يفرزها البنكرياس وتلحق لحد معين، راح دير المضاعفات تاع السكر ودير مشاكل كبار، خاصه الكوما هذاك تاع الحمض الكيتوني ولا تاع السكر كيطلع لك بزاف في الدم. هذه الاولى. حاجه ثانيه، فرضا باللي زعما هذا الريجيم تاع الكيتو ولا تقدر تكمل به حياتك كامله. اولا ماديا ما شكيتش، ثانيا نفسيا ومعنويا. طفل في عمره 12 سنه تقول له تكمل حياتك كومبلي وانت تاكل في الحشيش، ممكنه هذه؟ علاش قلت لكم حق اريد به باطل؟ على خاطر الحكايه تاع حق اريد به باطل هي صرات في وقت الامام علي رضي الله عنه، كي خرجوا عليه الخوارج قالوا له بلي ما لازمش دير التحكيم، يعني بلغه اخرى قالوا له بلي لا حكم الا الله، كانوا دائما يعيطوا يقولوا لا حكم الا الله، ما تحكمش الرجال في حكم الله. الكلمه هذه كي تسمعها من بعيد، لا حكم الا الله، كاين منها بصح اريد بها باطل، خاطر اريد بها فتنه كبيره، وكنت تعرفوا كاع الحكايه تاع الخوارج، واللي ما يعرفهاش يروح يتعلمها راح يتثقف مليح. المهم انايا كي نقول لك بلي ما تاكلش ولا بالك سكر راح يطلع لك، بصح ركب لك الامان دوكا ومن بعد تخلصها من بعدها. طبيب كي يقول لك خلي يا لو كان شويه انسولين، علاش؟ على خاطر في هذيك الفتره تاع شهر العسل راح تتدرب، تتعلم كيفاش تستعمل ستيلو، تتعلم كيفاش تسقم لي دوز على حساب الماكله تاعك بالعقل، دونك راك في الوسع مادام المكريس تاعك مازال فيه شويه، باش نهار يزيد عليك المرض تكون مليح وتكون بصحتك. وإلا عجبتك هذا الفيديو ابوني، سواء في انستغرام ولا فيسبوك ولا تيك توك ولا يوتيوب، باش يجوك اجوبه تاع اسئله اللي كيما هادو ونكثر لكم منهم ان شاء الله، وربي يجيب شفاء للجميع.